طبعا في المغرب النهارده لا صوت يعلو فوق صوت الأفكون، وهي بطولة الأمم الأفريقية 2025. الافتتاحها النهارده، حفل الافتتاح الساعة 7. طبعا أنا بتكلم بتوقيت مصر، والمباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر الساعة 9. لو أنت فاكر إن الحدث الجلل هو الافتتاح والبطولة الأفريقية، فده مش حقيقي. الوضع الحقيقة في المغرب مش أفضل شيء، لأن في حركة شهيرة جدا قائمة على السوشيال ميديا، بل بشكل في تظاهرات في الشوارع، حركة اسمها جينزي 212 212. الحركة دي ببساطة هي بتدعو إلى تحسين الأوضاع في المغرب من حيث خلق فرص عمل، في بطالة كتير جدا في المغرب، تحسين الخدمات العامة ما بين تعليم وصحة، المستشفيات والمدارس والجامعات، وتحسين الأوضاع بشكل عام جوه المغرب. الحركة دي يعني شبه مقاطعة للبطولة، ورفع شعار نريد مستشفيات بدل الملاعب. الحركة دي من الآخر شايفة إن الدولة هناك بتصرف مصاريف خيالية على البطولة وتنظيم الملاعب والشوارع واستقبال الحدث الجلل ده، وسايبة البلد، البنية التحتية وأهم قطاعين جوه الدولة، وهي التعليم والصحة، بايظين هناك، وإن الشباب في بطالة شديدة ومش لاقيين شغل. فالناس دي ببساطة أعلنوا إن هم مش هيشجعوا المنتخب لحد ما الأوضاع تتحسن، بل في ناس متشددين منهم طالبوا بإلغاء البطولة. وعلى الناحية التانية في طبعا آراء مناهضة ليهم بتقول إن لا يا جماعة، احنا لازم نبقى واقفين جنب البلد في الحدث المهم ده. عندنا منتخب قوي، عندنا لسه واخد بطولة العرب من كام يوم، عندنا منتخب الشباب لسه واخد كاس العالم، فجه الدور ان احنا ناخد بطولة افريقيا اللي ما خدناش الا مرة واحدة، ومش هيجي فرصة احسن من كده ان احنا عندنا منتخب بهذه القوة، والبطولة معمولة على ارضنا، وعندنا نجوم عالميين، فلازم ناخد البطولة ولازم نشجع منتخبنا. فالرأيين ضد بعض. الحكومة الحقيقة سايبة الناس تتكلم، ما بتعملش لحد حاجة، ولكن طبعا الموضوع ده عامل قلق ومشاكل كتير جوه المغرب.